ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل اكله حلوه جدا للصيام. هنعمل النهارده الكوبيبه الشامي. صيامي طبعا. هنعملها بطريقه سهله جدا واقتصاديه كمان. ومكان حشوه اللحمه المفرومه هنعملها بعصاج الفول الصويا. ممكن كمان نحشيها بطاطس مهروسه. طريقتها جميله جدا وسهله خالص. وعلى فكره الاكله دي حصري لقناه الشطوره ميري سعد. وكمان ممكن تنفع في العزومات في الصيام. وفي الرحلات كمان ممكن اخدها في الرحلات، اكلة خفيفة وجميلة. المقادير انا مش هقولها، انا هكتبها على الشاشة. وممكن كمان وانا كاتباها ممكن اقولها. تمام، عشان نسهل الموضوع على بعض. يلا بينا نبتدي نعمل ازاي الكوبيبة الشامي الصيامي مع بعض. Number 2. Number 3. Number 4. عندي هنا في طبق غويط انا حطيت كوباية ونص مية. كوباية ونص مية سخنة على البرغل بالشكل دوت. غطيت كل البرغل بالمية كده، وهنسيب المية في البرغل حوالي نص ساعة. وبعد النص ساعة هنلاقي ان البرغل اتشرب كل المية معانا زي ما احنا شايفين كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ مفلفل خالص. شايفين شكله عامل ازاي؟ احنا طبعا مش عايزين البرغل معجن، لا احنا عايزينه مفلفل كده. عندنا هنا الكبة او المفرمة بتاعة اللحمة، فرمنا فيها البرغل بالشكل دوت. احنا هنعمله وشين عشان يبقى ناعم معانا. هنفرمه الاول لوحده في الكبة او في المفرمة، وبعد كده هنحط معاه البصل والثوم والتوابل كلها. بعد ما حطيت عليه كل التوابل وفرمته وش تاني عشان يبقى ناعم معانا. تمام، شايفين ناعم معانا ازاي؟ لو الكبة طلعت مننا ناشفة نضيف معلقة مية بمعلقة مية، يعني مثلا معلقتين 3 مية عادية خالص اللي هي بتاعت الحنفية دي. تمام، لان احنا عايزين العجينة بتاعت الكبة نفسها ولا ناشفة
ولا ناعمة قوي عشان نقدر نشكلها. شكلها هنا ناعم معانا جدا، مش محتاجة اي حاجة خالص مننا. النوع دوت من الكبة جميل جدا وسهل كمان معانا في التشكيل. ناخد كده جزء من اللي احنا عملناه من عجينة الكبة اللي احنا عملناها، وهنعملها كده مدورة، هنعملها زي الكورة. تمام، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بحجم الليمونة طبعا. وهنجوف، هنعملها تجويف عشان نحط بقى فيها الحشوة اللي احنا عايزينها. هنا بعد ما جوفناها مع بعض عشان نحط فيها الحشوة، احنا نقدر كمان مش لازم نحط فيها عصاج الفول الصويا، نقدر نحط فيها خضار، خضار مشوحينه على النار. ممكن نحط فيها بسلة وجزر وبطاطس مكعبات مقطعينهم صغير جدا، ونشوحهم مع بصلاية مع التوابل اللي احنا بنحبها، مع معلقة زيت مثلا او معلقة صغيرة سمنة نباتي، ونشوحهم على النار ونسويهم سوا كامل. وبعد ما نسويهم ونشوحهم نحشي بيها الخلطة دي، او ممكن كمان بطاطس مهروسة ونحط عليها بقدونس وفلفل متقطع صغير. الحشوة في ايدك، انت تقدري تحشي اي حشوة انت تفضليها. هنا في طاسة على النار انا حطيت البصلة اللي احنا بشرينها ناعم، وحطيت كمان الفول الصويا المنقوع ومتصفي كويس جدا، وعليهم التوابل اللي احنا بنفضلها. تمام، وكمان الملح ومكعب مرقة عادي، مكعب مرقة خضروات، وبشوحهم اكني بشوح لحمة مفرومة بالظبط اللي احنا بنعصجها للمكرونة البشاميل. تمام، زي ما احنا شايفين كده. حطينا الفلفل الاسود وحطينا بهارات اللحمة، وحطيت كمان الملح. لو ما عندكيش بهارات لحمة نقدر نستبدلها بمكعب مرقة عادي، بمكعب مرقة خضروات. طبعا هنحط معاهم معلقتين زيت، هنشوحهم معلقتين زيت او معلقة سمنة نباتي، مفيش اي مشكلة. نسيت اقولك كمان اللي احنا حطينا الفصين التوم مع البصلة وشوحناهم كده مع الفول الصويا. هنا حطيتها في طبق عشان نسيبها تبرد شوية عشان نقدر نحشي بيها الكبة او الكبيبة. هنا كنا مريحين الكبة في كيس، حطها في كيس وحطها في التلاجة لمدة ساعة. تمام، علشان تبقى سهلة جدا واحنا بنشكلها مع بعض. هناخد قطعة كده زي ما قلنا بحجم الليمونة الصغيرة كده. تمام، وكورناها زي الكورة، وبعد كده هنجوفها بقى زي ما احنا شايفين بطريقة سهلة جدا. هنعمل لها فتحة كده من النص عشان نحط فيها الحشوة. هي على فكرة طريقتها سهلة جدا وبسيطة زي ما احنا شايفين كده. وجوفناها بالشكل دوت، شايفين شكلها عامل ازاي. ناخد معلقة من الحشوة اللي احنا عاملينها عصاج الفول الصويا، وبنحشي بيها كده الكبة زي ما احنا شايفين او الكبيبة. تمام، وبنقفل كده الاطراف او الطرف بتاعها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين شكلها جميل ازاي؟ احنا هنعمل واحدة تانية بصورة اوضح. انا كده صورتها لك اوضح. انا هنا عملت كل الكمية اللي عندي، عملتها كده كور بحجم الليمونة. في ناس كمان بتكبرها اكبر من كده شوية. وهغطيهم باي كيس عشان ما يعملش قشر عندنا او تنشف عندنا، لان لسه برضو بشكلها. تمام، غطيناها هنا بكيس استريتش. خدت هنا كورة من الكور اللي انا خدتها وجوفتها بالشكل دوت كده، الصورة واضحة جدا. تمام، زي ما احنا شايفين كده كويس. جوفناها بصابعنا كده، خليناها كلها مجوفة، اهم حاجة ما نقطعهاش. ناخد كده معلقة كبيرة من الحشو اللي احنا عملناها. تمام، وبنقفل كده الاطراف زي ما احنا شايفين واضح في الصورة، بالراحة خالص عشان ما تتقطعش وتتفتفت مننا. وبعد كده بنضم كده الاطراف زي ما احنا شايفين، وبندورها كده بايدينا، بتتشكل معانا بمنتهى السهولة. بعد ما شكلناها زي ما احنا شايفين كده. تمام، لو فيها حتت كده ناشفة او مشققة واحنا بنعملها، ندهنها بسيط كده بالمية
عشان تطرى بس كده معانا، حاجة بسيطة خالص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي دي كده الطريقة الصحيحة بالشكل الصحيح للكوبيبة. هنعمل كل الكمية بالشكل دوت عندنا، وهنحطها نرصها في طبق، هندهن الطبق بالزيت. طبعا كمان احنا ممكن نخزنها عندنا في الفريزر ونطلعها بالطلب على طول، مش لازم كل مرة نعمل كده. ممكن نعمل كيلو من البرغل ونشيله في الفريزر في اطباق فل او في اي اطباق او في اكياس. نحط بالعدد اللي احنا هنعمله. ولو هتحط في الطبق الفل فوق بعضه لازم يكون في اكياس بين الطبقة والطبقة عشان ما يلزقش مننا. وكده هيبقى قبل القلية على طول او قبل الاكل على طول، هنقلي على طول من غير اي مجهود ومن غير اي حاجة. وكمان هيوفر معاكي جهد ووقت كتير. كمان احنا ممكن نعمله ندهنه بالزيت من جميع الاطراف ونحطه في الفرن، يبقى كده خفيف شوية علينا عن المقلي. كمان احنا بنقليه زي الكفتة بالظبط، لازم يكون الزيت غزير وساخن. وكمان ما بنحطش كتير في الطاسة، لان كل ما بتحط كتير في الطاسة طبعا الزيت هيبرد عندنا، وكده كمية الكبيبة او الكبة اللي احنا عاملينها هتشرب كمية زيت كتير. فالافضل اللي احنا نحط 3 أو 4 وحدات بس. هنا بعد ما خلصت الكمية زي ما احنا شايفين كده، عندي هنا اي حلة غويطة او اي طاسة غويطة نحط فيها زيت يكون غزير طبعا. لازم الزيت هنا يكون ساخن. ما نكترش اكتر من 2 أو 3 لو الطاسة او الحلة صغيرة. لو الحلة كبيرة او الطاسة كبيرة شوية ممكن نحط 3 أو 4 بالكتير، لان كل ما نزود في الكوبيبة او الكبة نحطها تستوي في الزيت كل ما الزيت يبرد والكوبيبة تشرب كتير نسبة من الزيت. فيفضل ان احنا نحط كمية قليلة خالص في الزيت. زي ما احنا شايفين كده الزيت سخن جدا وغزير تمام. لازم تكون متغطسة في الزيت كله، ما ينفعش يكون الزيت قليل عندنا كده تمام. هنا ابتدت تستوي معانا زي ما احنا شايفين لونها ذهبي ومحمر ازاي. دي بقى مقرمشة جدا من بره ومن جوه طبعا طرية، لان فيها الحشوة اللي احنا قلنا عليها. الحشوة كمان احنا ممكن نغيرها، اي حشوة انتي تفضليها. زي ما قلنا قبل كده خضار، زي ما قلنا قبل كده بطاطس عادي خالص. حطينا كمية تانية، حطيت 2 زي ما قلنا ما نكترش في الزيت، لان الكوبيبة او الكبة بتشرب زيت كتير جدا لو انتي سبتيها والزيت بارد. هنا خلصنا كل الكمية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. نعمل بقى معاها سلطة الطحينة، سلطة خضراء عادي. على فكرة الأكلة دي جديدة وحصرية على اليوتيوب بالطريقة الصيامي اللي أنا عاملاها. لسه كمان إن شاء الله هننزل النجريسكو مع بعض الصيامي، وهننزل حاجات كتير جدا، وهننزل حلويات كتير صيامي، وهنعمل كمان الجاتو شاتو صيامي، وهننزل اللي هي القراقيش بالعجوة والملبن وسادة كمان. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناة الشطورة ميري سعد يا ريت يشترك في القناة. وكمان في علامة الجرس تحت كلمة اشتراك يا ريت يدوس عليها عشان اي وصفة تنزلك اول باول. وكل سنة وكل صوم وانتم طيبين. اشوفكم دايما يا رب على خير. باي باي.